منذ آذار 2018 تشهد عفرين المحتلة من قبل تركيا والفصائل المسلحة التابعة لها جرائم وانتهاكات ممنهجة في مجال حقوق الإنسان، وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، من قتل واعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب واستيلاء على ممتلكات المدنيين وتهجير قسري للسكان الأصليين وعرقلة عودتهم إلى مناطقهم بهدف إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة. والجدير بالذكر الجريمة التي وقعت في 20 آذار 2023 في مدينة جنديرس، والتي راحت ضحيتها 4 مدنيين عزل فقدوا حياتهم وأصابت آخرين نتيجة استهدافهم بالرصاص الحي بشكل مباشر من قبل عناصر فصيل ما يسمى بجيش الشرقية التابع للجيش الوطني السوري المدعوم من الدولة التركية، على خلفية احتفالهم بعيد النوروز وإيقادهم للنار أمام منازلهم، وهو أمر يعتبر من الطقوس الممارسة من قبل الكرد في عشية الاحتفال بعيد النوروز. وقد تلت جريمة المذكورة في منطقة جنديرس وعفرين احتجاجات ومظاهرات شعبية منددة بالجريمة ومنادية بإيقاف الانتهاكات والتمييز العنصري الممارس بحقهم من قبل الفصائل المسلحة، وضرورة خروجهم تلك الفصائل خارج المنطقة لما أذاقوا الشعب المنطقة من ظلم وما ارتكبوه من انتهاكات بحقهم منذ ما يزيد عن 5 سنوات. تلك الانتهاكات الممارسة بحقهم بشكل يومي وممنهج، الأمر الذي عرضهم لمزيد من الانتهاكات لفض الاعتصامات عن طريق العنف الممنهج والتهديد والاعتقال التعسفي. ونحن في اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة ومنظمة حقوق الإنسان في الجزيرة نطالب الأمم المتحدة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين في عفرين، والضغط على تركيا لإنهاء الاحتلال وتحميل مسؤولياتها القانونية بوصفها قوة احتلال لضمان الأمن العام ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة وكافة الجرائم الممنهجة الواقعة منذ احتلال عفرين حتى يومنا هذا. كذلك نطالب بإرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة للإحاطة بوضع الإنساني وحالة حقوق الإنسان في شمال سوريا، خاصة المناطق المحتلة من قبل تركيا والفصائل المسلحة التابعة لها، وتتدخل من أجل وقف الانتهاكات الحاصلة ومحاسبة مرتكبيها وداعميهم أمام المحاكم الدولية، وتقديم الدعم لمطالب السكان المحليين.